حكيم زياش ومن لا يعرفه لاعب مغربي اللي اليوم كيخلق مجموعة من الجدل وسط الصحف الدولية والعالمية بخصوص أنه ما بقاش باغي يبقى مع غالاتا سراي. حكيم زياش بعد المستوى الكبير اللي قدمه مع فريقه الأم أياكس أمستردام واللي قادوا إلى الوصول إلى نصف نهائي تشامبيونز ليغ واللي تم الإقصاء على ريال مدريد واللي كان كيقدم مستويات عالية. حكيم زياش أيضا بعد المرور ديالو مع فريق تشيلسي الإنجليزي واللي الكل كيعرف القصة ديالو مع تشيلسي اللي كان شبعان ثلاجه، ما كانش كيلعب، ما كانش كيدور الكره بزاف، وحتى الدقائق اللي كان كيلعبها كانت قليله جدا خصوصا مع تعاقب مجموعه من المدربين. لكن مجموعه من المدربين اللي دازوا من تشيلسي فمع ذلك فما خداش حقه او ما كانش محظوظ، بحيث انه احيانا ما كانش كيلعب حتى دقائق قليله. رغم ذلك حكيم زياش قدر انه يفوز بمجموعه من الالقاب، ابرزها هي تشامبيونز ليغ مع فريق البلوز الانجليزي. المشاكل ديال حكيم زياش ما سالاتش ومازال ما بغاتش تسالي، فبعد المشاكل اللي كانت عنده مع فريق تشيلسي فريق انجليزي الام واللي كانوا كيقولوا الجميع انه المشكل من الفريق الانجليزي، اليوم فريق غالاتا سراي تم التعاقد ديالو مع اللاعب المغربي حكيم زياش، خصوصا بعد المستوى العالمي اللي قدمه حكيم زياش في المقابلات ديال المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر. حكيم زياش بصم على مجموعة من المستويات الهاربة بزاف في الدوري التركي، وخصوصا كما كيعرف الجميع الطريقه اللي تم الاحتفال به مع الجماهير التركيه ديال غالاتا سراي. الكل كان تيقول بانه الحكيم زياش غتكون هذه هي البدايه ديال واحد لاكارير كبيره، وغيكون غيمشي في واحد الطريق اللي هي عالميه، وغيفكرنا في الامجاد ديالو في الايامات المجد وكيفاش كونترول باس دو توش دو بال والبيوتا من البعيد اللي كان تيدير مع غالاتا سراي. الاحتفال ديالو مع جماهير غالاتا سراي كانت احتفال على مستوى عالمي، وكانوا شافوا على انه الساحر حكيم زياش اللي غيلعب دور المنقذ، خصوصا وان غالاتا سراي كتلعب على ثلاثه ديال الواجهات: كاس تركيا والدوري التركي بالاضافه الى الشامبيونز ليغ. ايفيكتيفمون داكشي اللي غادي يوقع، حكيم زياش غادي يقدم مقابلات كبيره ولكن بواحد المستوى اللي هو مهرس وزيد حيد، شويه كيلعب مزيان شويه ما عنده ما يقول. ابرز هذه المقابلات هي ضد مانشستر يونايتد اللي قدر انه يسجل فيها هدفين من جوج ديال الكوفرات. كل شيء بصم على انه حكيم زياش هو رجل المقابله، وداك الشيء اللي وقع هو انه الفيفا عطات حكيم زياش الرجل المقابله. المستوى ديال حكيم زياش خلال هذه المقابلات الأخيرة مع غالاتا سراي كان فيها نوع من الشك والارتباك، خصوصا وأن حكيم زياش تعرض لمجموعة من الإصابات اللي خلاته ما يلعبش بعض المقابلات، وأحيانا كيخرج في منتصف المقابلات، والإضافة إلى المشاركة ديالو في الآخر. لكن مؤخرا قيل على أن فريق غالاتا سراي قرر أنه يفسخ العقد ديالو مع اللاعب حكيم زياش. حكيم زياش كيقول بأنه ما خداش التعويضات او المستحقات الشهريه اللي كياخذ، اي مازال ما تخلصش وما كياخذش رزقه، وهذا الشيء اللي زياش كيقول بانه طلع عليه الدم وحتى هو باغي ينفصل. لكن ما يقال وما يتردد هو انه الوكيل اعمال لاعب زياش لما سولوه قال لهم بانه راه ما في اخباره حتى شي حاجه، وكل ما يتداول في الميديا ويتداول في الاعلام هو مجرد هرطاقات لا اساس لها من الصحه. قالت سراي عندها العرض ديالها قائم مع حكيم زياش، وحكيم زياش ايضا تا هو مرتاح في القلعه الحمراء والصفراء مع غالاتا سراي. لكن اليوم كنشوفوا ان حكيم زياش تم الالتحاق ديالو مع المنتخب العام المغربي استعدادا لكان 2024، هو مجموعه من الاعلاميين او الاعلام التركي كيخرج كيقول العكس، هو انه حكيم زياش سيكون خارج اسوار غالاتا سراي لان الفريق ما قنعوش او الفريق ما قدرش انه يشوف حكيم زياش داك اللاعب المثالي، وان الصفقه ما كانتش في المستوى. لكن حنا غادي نشوفوا في نهايه هاد الكان كيفاش الامور غدير. ما تنساش تخلي واحد جيم لايك لهاد لا فيديو، ان شاء الله عليا فراسكم اخوتي.